السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اولا كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة قدوم شهر رمضان. لسه فاضل لنا حاجة بسيطة كده، يعني 5 6 ايام كده ان شاء الله، وربنا يدخل علينا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب. فالنهاردة ايه عايزين نعمل حيلة ازاي نكتر المسحوق بتاعنا. فاحنا هنعمل حيلة كبيرة النهاردة بقى، اول مره اعملها بقى، وعايزه انقل يعني ايه، انا عملتها مره وعايزه انقل خبرتي ليكم وتجربتي طبعا. فازاي يعني احنا ايه، احنا على طول، انا على طول بجيب الاوكسي ده واشتغل بيه بالكوبايه والعيار ومش عارفه ايه علشان الغسيل وكده. فاحنا طبعا عايزين نعمل وصفه اقتصاديه، بحيث ان الواحد ايه يحاول يقتصد برضه في مصروف البيت في المسحوق وكده. تمام. طبعا انا غسلتي فوق اوتوماتيك. فاحنا عملنا ايه، رحت بقى اول الشهر واحنا لسه معانا فلوس، لسه قابضين يعني، كل واحد ان كان معاش ان كان مرتب ان كان يعني ايه على قده. انا اول ما عملت طبعا في فيديو اهات قبل كده فشرحت لكم، كنت بجيب كيلو وكيلو. فدلوقتي يعني الحكايه كبرت والحاجات غليت قوي. فرحت ايه، جبت زي ما انتم شايفين الفل ده، الشكاره دي فيها المفروض 10 كيلو، لقيت مكتوب، لقيتهم 9 كيلو. وجبت الاوكسي ده كيلو ونص او 2 كيلو حاجه زي كده. وهنخلط شكاره الفل دي كلها مع كيلو ونص او ال2 كيلو الاوكسي. طبعا عشان مش مقاطعه، انا كنت بعمل برسيل، يمكن الفيديو اللي قبل كده كان برسيل بس يعني احنا لازم طبعا نبقى مع اطفال غزه، وما ندعمش اللي هي الشركات اللي بتدعم الارهاب والحاجات اللي زي كده. تمام. المهم احنا ايه، انا جبت واحد اهو 2 كيلو كبير اهو، 2 كيلو اهو. تمام. وجميل قوي اهو. انا عامله دي عشان نقلب بيها يعني. فانا فتحت شكاره الفل دي اهي، فتحتها كان فيها هنا قفله، فتحتها. وهنخلط ال2 كيلو دول على الفل اللي هو ال9 كيلو، على ب10 جنيه اهو، ادي ب5 وادي ب5. ده ايه، كربوناتو. تمام. ممكن برضو لو بتاع فيفي عبده اللي هو بتاع فانيش ده، بنخلطه معاهم برضو بيبقى جميل، طبعا تركيزه بيبقى اعلى. طبعا الكربوناتو ده جميل جدا للغسيل، الابيض والالوان. تمام. فهنعمل مع بعض التجربة دي وإن شاء الله هتكفينا شهر واتنين وأكتر كمان، حسب طبعا استهلاكك. تمام. أنا معلش إن أنا جايبة كل الحاجات دي، أنا بس كنت لسه جايبة منظفات الشهر. فطبعا أنا طبعا كنت بجيب الحاجات دي مقفولة طبعا، فأنا اضطريت إن أنا طبعا أملى ده صابون سايل، جبته من اللي هو الفارت اللي بالكيلو، وده كلور. تمام. حتى ما عنديش قفل ليه فقفلته كده. وب10 جنيه سلك مواعين اهو، ربع ده ولا ايه مش عارفه. تمام. فاحنا فتحنا ده وهنخلط من ده على ده على ده. تمام. هنبقى مع بعض ونخلط، يلا يلا مع بعض نخلطهم. طبعا ايه اول حاجه هنعملها، الشكاره الكبيره قوي دي هنفضي منها يجي نصها تقريبا، عشان طبعا الاحجام كبيره. انا بعمل قدامكم اهو عشان تبقى التجربه عمليه. وانا هفضي نصها، انا بوريكم يعني تقريبا يعني ادي كده تقريبا نصها. ايوه تقريبا نصها. تمام. انا ده بتاع المسحوق بتاعي اهو، على طبعا نص دي الحاجات علينا انتي، عشان ما نعملوش كله بقى مره واحده، عشان ما فيش حاجه تستوعب الشكاره الكبيره قوي دي. هنحط بقى نص ده، نص ده بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. ده نصه تقريبا يعني، تقريبا ده نصه بالظبط. وهنخلط ب5 جنيه بس ايه، كربوناتو الصودا او كربوناتو اهي. تمام اهو. يا ريت بس يكون الصوره واضحه لكم اهو. تمام كده. ايوه. هنخلط بقى ده على ده زي ما انتم شايفين.
المسحوق اللي هو فل، اللي هو الازرق، وكله بقى على كله كده. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هنخلط بقى كويس كده لغايه من ايه، نتاكد ان كله بقى يعني مخلوط كويس قوي. وكده بقى خلطنا طبعا الخليط اللي احنا قلناه كله مع بعضه كده، وتاكدنا ان كل الحبيبات دخلت في بعضيها كده. تمام. احنا كده عملناه على جزئين علشان بس الطبق الكبير ده مش هيستوعب اكتر من كده. تمام. طيب تمام. خلاص بقى احنا كده هنشتغل كده. يبقى انت عملتي ايه؟ انا هعبيه كده في اللي هي بتاعت الشهر دي، بتكفيني اكتر من شهر طبعا. يبقى ده هيكفي اكتر من شهرين 3 كمان. وده طبعا حسب استهلاكك من ايه، من المسحوق. وفي برضو من الفل ده اوتوماتيك، يعني اخواتنا اللي عندهم غسالات فول اوتوماتيك برضو عندهم الفل ده. وفي حاجة تانية اسمها ليدر، ده برضو بيبقى ايه الغسالات الفول اوتوماتيك. يعني انا غسلتي فوق اوتوماتيك. تمام. بحط بقى واشتغل زي ما انا عايزه. تمام. شوفي ملأ النص، ملاها هيملاها مرة ونص تقريبا. فبسم الله ما شاء الله الموضوع ده هيبقى موفر جدا. وزي ما انتم شايفين كده انا بحاول ادور على اي حاجة مفيدة ليكم، اقتصادية، يعني تساعد في البيت طبعا والأسرة، عشان طبعا كل حاجة غليت وكده. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش طبعا تدعموني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ليا معاكم. ام هشام وصفات سوبر مام. وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.